استوديو الاهلي مباشر النهارده عندنا في اخبار، عندنا في انفرادات بخصوص حوار الكابتن سيد عبد الحفيظ وعمله في النادي الاهلي. كمان عندنا اخبار في قصه المدير الفني. مباراه صعبه النهارده بين النادي الاهلي ونادي سيراميكا كيلوباترا. في الاول بس حابب ابارك للدكتور حسن راتب. الدكتور حسن من الشخصيات المصريه الاصيله الطيبه الجدعه، واللي دايما معروف عنها يعني حب الخير، وهو رمز من رموز الوطنيه في مصر. براءته في قضيته يعني كانت براءة من الله ورسوله زي ما بيقولوا، لأن الدكتور حسن من الشخصيات المحترمة جدا، واللي عارف كويس قد ايه الراجل ده وطني ومحب لبلده، وما يقدرش ما يقدرش يعمل حاجة وحشة. راجل محب لله ورسوله، ومن النماذج الطيبة جدا الأصيلة المصرية اللي بنربي ولادنا ان احنا نشوف منهم نماذج زي كده. فكل التهنئة للدكتور حسن راتب من الأهلي مباشر، واحمد سعيد ورامي فارس وكل المحبين لدكتور حسن راتب. خليني النهارده وانا ببدا الاستوديو التحليلي خليني ابدا بتشكيل النادي الاهلي. وقبل ما اخش في التشكيل، النهارده كان في مبادره في حب الخطيب. ما كانش النهارده تصويت من الجمعيه العموميه سواء بالايجاب او الرفض. خلي بالكم ان في حاجه النهارده كان في ناس بتتكلم عليها، ان الورقه كان فيها اوافق واللي تحتيها اوافق مع تعديل. قال لك يا عم هو طب ما الاثنين موافق، هو عامل اصلا تصويت على ايه؟ الورقه دي جايه من وزاره الشباب والرياضه. وزاره الشباب والرياضه اقرت القانون، اللجنه الاولمبيه وافقت على القانون، مجلس الشعب وافق على القانون، الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على القانون، فاصبح القانون خلاص تنفيذ. فاما انت حضرتك بتوافق عليه بدون اي تعديل، لا اما انت بيبقى عندك تعديلات بتذكرها في الورقه علشان تلقى بعد كده المناقشه والقبول. النهارده يعني الجو اتحول تماما الى مبادره في حب الكابتن محمود الخطيب. كابتن الخطيب واسطوره حيه من اساطير النادي الاهلي. يعني مش عايز اقول انه اخر اساطير النادي الاهلي، لان النادي الاهلي مليء بالاساطير. عندنا لسه ممتد الكابتن محمد ابو تريكه، لسه ممتد طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي انا ببارك له النهارده. خلينا بس نشوف فيديوهات من جوه النهارده النادي الاهلي عملها لنا زملائنا في تلجراف مصر حصريا للاهلي مباشر. نشوف القصه النهارده كانت ماشيه ازاي، ومحبه الناس للكابتن محمود الخطيب كانت ماشيه ازاي. خلينا نشوف. لا لا استحمل قول مريم مش هتتكلم فيك هو هيوديها شكرا. وهنا بيجوا خلاص لتفريق يا بيبو وجودك قرار مش اختيار يا بيبو وجودك قرار مش
وهنا بيبو وجودك قرار بتفريق يا بيبو وجودك حاسب الكاميرا وهنا الكاميرا والله ايه ده سيلفي؟ احنا ناخد سيلفي معانا. وسع يا جماعه نوسع شويه. شوفوا يا جماعه وسعوا بس الطريق بعد اذنكم بس يلا اذنكم ونبدا ورا شويه بقى. يلا يا كابتن حاسب خلي بالك خلي بالك. طلعوا شفتوا؟ رجعت لكم مرة تانية زي ما انتم شفتوا كده في الفيديوهات، مبادرة في حب النادي الأهلي وفي حب الكابتن محمود الخطيب. عايز بس أقول لكم على حاجة مهمة جدا. ناس كتير سألت إيه اللي حصل مع سيد عبد الحفيظ وإيه اللي حصل في النادي الأهلي. عايز أقول لك إن النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، احكي لك الفيلم من اوله لان عندي معلومات مهمه. الكابتن محمود الخطيب كان مصر على عدم استكمال مهمته في النادي، خاصه بعد الاطباء ما نصحوه بان يعني الهموم اللي شايلها كتير يعني مع النادي الاهلي، وان الضغوط النفسيه ممكن لا قدر الله يعني تجعله قعيد ما يقدرش يمشي على رجليه مره تانيه. فاسرته اتكلمت معاه، وخاصه كمان مع البدايه السيئه اللي كان غير متوقعه، رغم ان النادي الاهلي الكابتن عمل صفقات كتير وكان متوقع ان تبقى بدايه اقوى من كده. كمان مع هجوم حسام غالي اللي خلى الكابتن محمود الخطيب يشعر باستياء، خاصة ان الكابتن محمود الخطيب هو اللي كان مختار حسام غالي وهو اللي رشح حسام غالي، وكان النادي الاهلي بيدعم حسام غالي. انت عارف ان في تاريخ النادي الاهلي دايما لعيب الكورة هو اللي بيبقى رئيس النادي، يعني لعيب الكورة بيبقى رئيس النادي في الفترات حتى التاريخيه للنادي الاهلي، ابتداء من الكابتن صالح سليم، بعد كده الكابتن حسن حمدي، الكابتن محمود الخطيب، وقت قليل جدا للمهندس محمود طاهر، وفتره لم يصفها الجميع بالنجاح رغم جهود المهندس محمود طاهر الطيبه وانه شخصيه محترمه جدا. لكن في النهايه الكابتن محمود الخطيب بعد متابعته والرصد الاعلامي لبعض البرامج فوجد ان هناك فتنه كبيره تحيط بالنادي الاهلي، وان هناك شخصيات الجميع يعلم رغم اهلاوياتهم لكن الجميع يعلم كرههم وعدم محبتهم للنادي، ودائما ما بيوقفوش جنب النادي في ازماته.
فده الفرق اللي كان موجود. خد بالك من حاجه كمان، انا عايزك تخلي نفسك مكان الكابتن محمود الخطيب وتقارن بين موقف سيد عبد الحفيظ وحسام غالي. حسام غالي النادي الاهلي بعد ما اختار في اوقات كتير المال واختار ان هو ينتقل من نادي الى نادي اخر ويترك النادي الاهلي في كثير من الاوقات، وقال ان النادي الاهلي يعني انا اهم حاجه عندي مصلحه ولادي، وهذا شيء لا يلام عليه الكابتن حسام، هو من الشخصيات المحترمه. لكن في النهايه الكابتن حسام غالي كان دائما اختياراته عكس التيار، ومع ذلك الكابتن محمود الخطيب احتضن موضوع حسام غالي وخلاه موجود، وكان بيدعمه ان يكون مشرفا على فريق كرة القدم. وبعد كده حسام غالي كان هيبقى له مكانة كبيرة. سبحان الله ان المكانة اللي كانت بتتحضر لحسام غالي دلوقتي راحت لسيد عبد الحفيظ. المكانة اللي كان الكابتن محمود الخطيب بيحضرها لحسام غالي هي دلوقتي اللي بتحضر لسيد عبد الحفيظ. لما تقارن بين الموقفين، موقف الكابتن حسام غالي وموقف الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن سيد عبد الحفيظ عمل بإخلاصا في النادي الأهلي. الكابتن سيد عبد الحفيظ ترك قناة CRT وقت ما كان مرتبه 250,000 جنيه في الشهر، ورجع للنادي الأهلي ومرتبه 50,000 جنيه وتنازل عن 200,000 جنيه شهريا. هتلاقي ان تاريخ سيد عبد الحفيظ كله تضحيات. موقفه ايام الازمات وايام المشاكل كان هو السد المنيع لكل من يتطاول على النادي الاهلي، والرداده الوحيده اللي موجوده والفزاعه الوحيده اللي موجوده لاتحاد الكره واتحاد ولجنه الحكام، وكل من يخرج عن الادب وعن المألوف كان بيجد سد اسمه سيد عبد الحفيظ بيتصدى ليه وبيقف قدامه وبيحارب كل ده علشان النادي الاهلي. طبعا لما موقفه كان كده وكان موقف قوي، النادي الاهلي حصل على الدوري ودوري ابطال افريقيا، وفوجئ سيد عبد الحفيظ بترشيح من حسام غالي وموافقه الكابتن محمود الخطيب، عشان ما حدش يقول ان الكابتن محمود الخطيب ما كانش له دعوه برحيل سيد عبد الحفيظ. واتثبت للجميع ان لا كان في تعليمات عليا ولا في تعليمات دنيا ولا كان في صفقه ان هو رحيل مرتضى منصور من نادي الزمالك هيبقى مقابلها رحيل سيد عبد الحفيظ من النادي الاهلي. واتثبت للجميع ان ده كان اختيار لمجلس الاداره واختيار وموافقه ترشيح من حسام غالي وموافقه من الكابتن محمود الخطيب. النادي الاهلي يعني بلفظ كده مش عايز اقوله يعتبر طرد سيد عبد الحفيظ. الراجل كان طالع معاه الملف بتاع المعسكر، فوجئ بان الكابتن محمود الخطيب بيقول له والله يا سيد احنا عايزين ندخل وجوه جديده في منصب مدير الكره. طبعا سيد عبد الحفيظ اصغر من الناس كلها اللي اشتغلت مدير كره بعد كده، يعني هو اصغر من الكابتن خالد بيبو، اصغر من الكابتن وليد صلاح الدين. اذا فالقصه ما كانتش وجوه جديده ولا حاجه. لكن قيس بقى موقف سيد عبد الحفيظ لما خرج بهذا الشكل الغير طيب على الاطلاق، لدرجه ان هو ما دخلش مكتبه اصلا، خد بعضه واتصل بالناس اللي شغالين معاه قال لهم يا جماعه لو سمحتوا بعد اذنكم حد يخش يجيب لي مفتاح عربيتي ونضارتي من جوه. والراجل رحل سريعا من النادي الاهلي، وعلشان ما حدش يستلمه في البرامج وعلشان ما يتكلمش وهو متعصب خد بعضه وسافر على اوروبا، قعد شويه في فرنسا وقعد فتره كده ورجع بعدها لما الدنيا هديت. هل هتلاقي نص واحد هجوم من سيد عبد الحفيظ على النادي الاهلي؟ لا. هل هتلاقي ان سيد عبد الحفيظ دخل في مره وتطول على النادي الاهلي؟ لا. هل تطاول على الكابتن محمود الخطيب؟ لا. هل قال ان هو كانت من انجح فتراته وان سبب رحيله هو النتائج السيئه للنادي الاهلي؟ لا. السيد عبد الحفيظ دعم الكابتن خالد بيبو وكان دائم الاتصال بخالد بيبو وتوجيه بعض النصح له في بعض الملفات. الكابتن سيد عبد الحفيظ كان في الاعلام حامي وسند وساتر للنادي الاهلي في هذه الاوقات. الكابتن سيد عبد الحفيظ كان داعم لكل الموجودين في النادي الاهلي وعلى راسهم الكابتن محمود الخطيب. وبعد ده كله لما الراجل حب بقى كمان يترشح وجات له فكره انه يبقى عضو مجلس اداره ويترشح لمجلس الاداره، قال لازم قبل ما اترشح اخد موافقه الكبير الكابتن محمود الخطيب. فالكابتن محمود الخطيب اصبح قدامه نموذجين، نموذج احتضنه وقدره ومشى سيد عبد الحفيظ بناء على ترشيحه وبناء على موافقه الكابتن محمود الخطيب، واداله كثير من المهام وكان بيحضره ان هو يكون رئيسا للنادي الاهلي. ونموذج اخر في عز نجاحه وتألقه النادي الاهلي
خرج من النادي الاهلي بشكل غير طيب. ده بيهاجم وده بيدافع، ده بيقول انا ممكن اخش ابقى في مجلس اداره لوحدي او اخش لوحدي، وده بيقول ما ينفعش اخش الا باذن الكابتن محمود الخطيب. فالنجاح هنا النموذجين كانوا قدام الكابتن محمود الخطيب، فطبعا كان الاختيار لسيد عبد الحفيظ. غير كده ان سيد عبد الحفيظ كمان كان مرشح لمدير الكرة في الفترة اللي فاتت، وقعد مع الناس المقربين من الكابتن محمود الخطيب واتكلم مع اللجنة، ولكن سيد عبد الحفيظ كان عايز صلاحيات اكبر شوية، كان عايز يبقى في حلقة وصل بينه على طول، ما يبقاش في حد في النص، يعني هو يوصل الامور على طول لمجلس الاداره، ما يبقاش فيه، عشان ما يبقاش فيه كلام بيروح وبيجي وبيختلفوا عليه. المهم ان الكابتن سيد عبد الحفيظ يعني ما لقاش الصلاحيات اللي هو محتاجها، فخلاص اختاروا الكابتن وليد صلاح الدين. لما اتسال الكابتن سيد عبد الحفيظ في الاستوديو قال بكل الحب والود الكابتن وليد، تمنى له كل التوفيق، قال ان هو في ظهر الكابتن وليد، وقعد يشيد بالكابتن وليد صلاح الدين وقد ايه من النماذج المحترمه، وفعلا وليد وكابتن وليد من النماذج المحترمه جدا. اذا موقف سيد عبد الحفيظ ادى درس في المحبه، في التفاني، في الاخلاص، في التضحيه للنادي الاهلي، ادى موقف كبير. حتى النهارده عوده سيد عبد الحفيظ لما تيجي تبص لها هتلاقي ان سيد عبد الحفيظ مرتبه ما شاء الله يعدي المليون جنيه في MBC. النهارده برضو بيتنازل للمره ال30 سيد عبد الحفيظ في مرتب او فلوس دخل اقل، وسيد عبد الحفيظ مش رجل اعمال، يعني عنده ما يكفيه من ان هو يشتغل متطوع زي اللي عندهم شركات واللي عندهم ربنا يزيدهم، لكن في النهايه هو برضو كان مع النادي الاهلي. فالنموذجين كانوا قدامه، بدأ بقى يسمع ترشيحات كابتن طاهر ابو زيد اللي مش عارف مين، بعض الناس كابتن مصطفى يونس قالك انا لو مش عارف هرجع للعضويه، بدأ حاجات عجيبه وغريبه، وناس بتتكلم على دخول الانتخابات، والكابتن محمد عماره وكثير من النماذج اللي بدأت تتكلم في هذا الامر. لكن في النهايه الكابتن محمود الخطيب بعد ما النهارده شاف قد ايه محبه اعضاء الجمعيه العموميه، الكابتن محمود الخطيب خلاص ان شاء الله هيبقى رئيسا للنادي الاهلي ان شاء الله، ربنا يديله طول العمر في الانتخابات القادمه. اتصل الكابتن بسيد عبد الحفيظ ودعاه للحضور الى النادي. كان ممكن يقعد معاه بره، خلي بالك من الرساله، يعني هو كان ممكن يقعد معاه بره النادي، يقعد معاه عنده في البيت، يعني يبقى الموضوع فيه سريه، لكن الكابتن الخطيب اراد ان يكافئ سيد عبد الحفيظ على مواقفه الداعمه دائما للنادي الاهلي، واراد ان هو يوصل الامور بصوره طيبه وبشكل جيد. فدعا الكابتن سيد عبد الحفيظ، اولا شرح له موقف رحيله وقد ايه ان الكابتن شايف ان ده كان قرار غلط، وان كان بقاء سيد عبد الحفيظ وايه الفرقه. كمان سال سيد عبد الحفيظ ايه رايك في اللي بيحصل للفرقه وايه اللي ممكن دلوقتي نغيره، وخد رايه في ملف المدير الفني. بعض الناس على فكره اتكلمت ان فايلر ممكن يبقى موجود، انا بقول لكم ان فايلر مش هيبقى مدرب او مدير فني للنادي الاهلي في الفتره القادمه، وان الترشيحات كلها رايحه لروي فيتوريا وكان كارلوس كيروش وكمان حسام البدري. في كلام اتفتح، وخاصه بعد موقفه الاخير واعتذاره وتمنياته بالتوفيق للنادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب. الكابتن محمود الخطيب اتكلم مع سيد عبد الحفيظ. سيد كمان شايف ان هو لما يبقى عضو في مجلس الاداره ويسند اليه ملف كره القدم هيقدر يشتغل باريحيه، ما فيش حد هيقدر يقيله الا لو تم عدم التوفيق ليه هيسيبه لزميل اخر، فهيقدر ياخد حريه في العمل. كمان في رفض كبير من جمهور النادي الاهلي للكابتن محمد يوسف، اللي انا بتمنى للكابتن محمد يوسف كل التوفيق، واتمنى ان هو يوافق على عرض الاتحاد السكندري، لان عرض الاتحاد السكندري بالنسبه له عرض جيد، وبنتمنى له كل التوفيق في هذا الملف. ولان خلاص يعني ان شاء الله سيد عبد الحفيظ خلال ايام هيبقى مشرف على قطاع كرة القدم في النادي، وده مكانة كبيرة جدا. بعض الناس بتقول لك ازاي يا احمد هيبقى عضو مجلس إدارة وهيبقى مشرف على الكرة، وكمان في الكلام اللي تم ان هيبقى اما رئيس شركة الكرة سيد عبد الحفيظ او نائب رئيس شركة الكرة. طب ده يتم ازاي؟ ما ينفعش يجمع بين منصبين. اقول لك ان تعديلات القانون الجديد اللي اتعمل اخيرا
سمح للجمع بين وظيفتين في شركة القرى وفي مجلس الإدارة، فكده أصبح إن عضو مجلس الإدارة يبقى موجود في شركة القرى. ده كان موضوع برضو مهم جدا، خلي بالك، لأن احنا اتكلمنا هنا في الأهلي المباشر وفتحنا الملف ده، قلت لما يكون شركة القرى أشخاص غير الأشخاص نفسها اللي موجودة في مجلس الإدارة، مين اللي هيدير ملف كرة القدم؟ مين اللي هيتدخل في ملف كرة القدم؟ وهو ده اهم ملف في الانديه. فلما يبقى شركه الكوره هي اللي متوليه الامر، يبقى مجلس الاداره بيعمل ايه؟ فالفكره نفسها دلوقتي سمحت للجمع بين المنصبين، يعني ممكن نجد ومش يعني ان شاء الله، وهذا خبر ليكم ان سيد عبد الحفيظ هيبقى موجود في شركه الكوره سواء على منصب الرئيس او نائب. طب ده يرجع لايه؟ يعني ده يرجع ان هو يبقى رئيس او يبقى نائب، ده في حاله موافقه الاستاذ مين اللي راح له الخطيب يا جماعه؟ منصور، يعني الاستاذ ياسين منصور على منصب نائب الرئيس. لو وافق ياسين منصور على نائب الرئيس سيصبح ياسين منصور رئيسا لشركه الكره ونائب رئيس للنادي الاهلي، لان برضه حصل قعده بينهم الاثنين، والكابتن الخطيب قال له انت هتبقى يعتبر رئيس النادي الاهلي، لان انا مش هبقى متواجد الفتره اللي جايه، كمان انا محتاج اسافر كتير عشان موضوع ظهري ورجلي، فمش هبقى متواجد بالشكل الاكبر. فلو وافق على منصب نائب الرئيس هيبقى الاستاذ ياسين منصور رئيسا لشركه الكره. طيب لو ما وافقش هيبقى سيد عبد الحفيظ عضو مجلس اداره ومشرف على قطاع كره القدم ورئيسا لشركه الكره. دي الحاجات اللي اتفقوا عليها في القعده وفي التفاصيل. فالكابتن محمود الخطيب قال للكابتن سيد ان هو ابدى موافقته على وجوده معاه في مجلس الاداره، وقال له كمان ان هو محتاجه في ملف كره القدم، وان وجوده مهم جدا في النادي، في سواء في الاشراف او توليه في شركه الكره. سيد اداريا يا جماعه خريطه افريقيا في كفه، يعني خريطه افريقيا في كف سيد عبد الحفيظ. ف يعني احنا قلنا لكم يعني كافه تفاصيل القعده اللي كانت بين الكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ، بلخصها لكم في الاتي. يعني مصالحه عن الطريقه اللي مشي بيها سيد عبد الحفيظ من النادي، الموافقه على تواجد سيد عبد الحفيظ في قائمه الكابتن محمود الخطيب اللي خلاص اخذ قرار ان شاء الله ان هو يستمر في النادي الاهلي، الإشراف على ملف كرة القدم، وجوده في شركة الكرة سواء على منصب النائب أو الرئيس حسب موافقة الكابتن أو هنقول بقى رجل الأعمال ياسين منصور. ده كده اللي حصل بينهم الاثنين في هذه الجلسة، وبينفرد به الأهلي مباشر النهاردة على كافة التفاصيل اللي حصلت مع الكابتن سيد عبد الحفيظ في الجلسة، وكمان خد موقفه، يعني قال له رأيك في الفريق وايه الحاجات اللي انت شايفها ناقصه الفريق. في ناس قالت واخبار طلعت ان سيد عبد الحفيظ اجتمع باللاعبين 10 دقائق، الكلام ده ما حصلش نهائي. سيد عبد الحفيظ خرج من مكتب كابتن محمود الخطيب متوجها الى خارج اسوار النادي، ما عادش لا اجتمع مع لجنه كوره ولا اجتمع مع لجنه تخطيط ولا اجتمع مع اللعيبه. زي ما بقول لك كده كانت ترتيبات بين الكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ على طريقه العمل في النادي الاهلي كعضو مجلس اداره، وابدا موافقته، وهيكون بديلا للكابتن حسام غالي، وهيبقى لجنه الحكماء والتخطيط في النادي هتدعم سيد عبد الحفيظ ليكون موجود كعضو مجلس اداره في النادي الاهلي، وان يكون مشرفا على ملف كره القدم لنجاحات سيد عبد الحفيظ السابقه. ده ملف مهم قوي، حبيت ان احنا نقول لكم كل حاجه فيه قبل النهارده ما اقول لكم ونتكلم على النادي الاهلي ومباراه سيراميكا كليوباترا وتشكيل النادي الاهلي. النهارده عندنا محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني، احمد رمضان بيكهام، ياسر عوده حميده ياسر، وحشتنا يعني ياسر ابراهيم من المدافعين، وعقبال بقى ما يرجع ياسين مرعي كمان هيبقى اضافه قويه للنادي الاهلي. عندي بعد كده في تشكيل مروان بن رمضان،
ومعاهم تريزيجيه اكيد في نص الملعب، وهيلعب طاهر على الجناح وبن شرقي وشريف في الهجوم. عندي بس حاجه كده مهمه جدا لازم نتكلم فيها. كان عندي كمان ابعت بس لزميلنا الاستاذ محمود حافظ اراء النهارده الناس من جمهور النادي الاهلي في اختيار سيد عبد الحفيظ مدير للكره. الاستاذ سامي عبد الراضي مشكورا عمل لنا حاجات جميله من تلجراف مصر للاهلي مباشر، بشكره جدا عليها. دايما في ظهر بعض الاهلي مباشر وتلجراف مصر، وحاجه واحده دايما على طول ان شاء الله. عايز اقول كمان في الهجوم بنتكلم في تريزيجيه وشريف وبن شرقي، لكن انا عندي سؤالين مهمين قوي للكابتن عماد النحاس. اول سؤال هتوقف عنده وجود كوكا في الجبهه الشمال. احمد حسن كوكا ما عملش اي حاجه في المباريات السابقه، ومش عارف ليه اصرار الكابتن عماد النحاس على وجوده، يعني انه كان يلعب بالعش ويحل المنطقه الدفاعيه دي شويه، خاصه ان فرقه سيراميكا كليوباترا بتلعب كوره، يعني فرقه سيراميكا بتلعب كوره وعندها كوره كويسه، فكنت اتمنى من الله ان هو يعني كان العش يبقى موجود. السؤال الثاني، انت بتلاعب فرقه زي فرقه سيراميكا، فرقه محترمه عندها لعيبه كويسه، يعني انت لما تشوف النهارده تشكيل سيراميكا كليوباترا هتلاقي عندك محمد بسام، حسين السيد، رجب نبيل، ارسر، عمرو السوليه، ابراهيم محمد، اسلام، مروان عثمان، صديق جوله، لقاي، فخري لقاي في الهجوم، يعني فرقه قويه. فانا عايز اقول بس ستر من الله، يعني ستر من الله، وهتبقى غلطه عند الكابتن علي ماهر وهنتكلم عليها بين الشوطين. هقول لك وجود عمرو السوليه مع ابراهيم محمد. ابراهيم محمد كان معايا في فرقه العبور، وكان من اللعيبه الكويسه قوي. الكابتن كرم جابر كان عامل فرقه هايله، الفرقه كلها دلوقتي بتلعب دوري ممتاز. ابراهيم من اللعيبه اللي بتلعب 10 وقليل قوي 8. عندك السوليه برضو بيلعب 10 وقليل قوي 8. الاثنين لمستهم للكره حلوه جدا. ابراهيم لعيب هايل جدا هايل جدا، لكن دفاعيا مش موجود، يعني ابراهيم دفاعيا مش هيبقى له تاثير كبير في الملعب، فده اللي هيوزن الكفه شويه. لكن لو حد غير ابراهيم مع السوليه في نص الملعب كان هيبقى مشكله للنادي الاهلي، لانك انت كل مره بتلعب بمروان عطيه وديانج في نص الملعب عشان تقفل نص الملعب، ومعاك قدامهم بن رمضان. النهارده انت استغنيت عن ديانج، والاستغناء عن ديانج من الكابتن عماد النحاس في بدايه التشكيل بسبب اخطائه، سواء الكره اللي عملها انفراد على الشناوي ولا الكره اللي تسبب فيها كضربه جزاء على النادي الاهلي وضيعت نقطتين مهمين. فالنهارده يعني ايه بيقرص ودنه زي ما بيقول، واتمنى ان القرصه دي تكون لكل اللعيبه. يعني برضه طاهر محمد طاهر المره اللي فاتت نزل بديل ما عملش اي حاجه، ما كانش له اي خطوره، ما شاطش شوطه على الجون. وبعدين احيانا طاهر بدنه يجري عامل زي الجمل اللي بيجري على قناه ابو ظبي ده، ما بيوقفش ما شاء الله بعد الخط بعد البتاع، هو الراجل مكمل في طريقه، ما فيش حد يقول له الخط الابيض اوت بتاع، على طول مكمل. فدي مشكله كبيره. كنت اتمنى ان حسين الشحات النهارده يبدا بدل طاهر علشان يبقى في قرصه كده. كنت اتمنى ان ممكن ما الاقيش تريزيجيه النهارده، الاقيه قاعد في الدكه ويبقى في الشوط الثاني يبقى موجود. كنت اتمنى ان احنا يعني يبقى في قرصه ودن كده للعيبه في النادي الاهلي، ولكن في النهايه هو اختار التشكيل ده الكابتن عماد النحاس، بتمنى له كل التوفيق، لان النهارده لا مجال لاهدار نقطه واحده. اهدار نقطه واحده النهارده هيعمل حاله غليان وفوران للنادي كله، مش لفريق الكره بس، فهيبقى مشكله كبيره. كمان موقف النادي الاهلي في جدول الدوري موقف سيء جدا، موقف سيء جدا، فده مش هيعجب جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي بدا بدايه سيئه. النهارده عندك وادي دجله بيكسب اخر 4 ماتشات، انت اخر 4 ماتشات تقريبا خدت منهم نقطتين، يعني انت اتغلبت من بيراميدز، اتعادلت ال3 مباريات، فانت خدت 3 نقط من 12 نقطه. هي اسوأ بدايه للنادي الاهلي في تاريخه في الدوري العام. لكن هل النادي الاهلي يقدر يرجع؟ يقدر طبعا. طب عشان يقدر يرجع لازم ايه؟ لازم النهارده يكون في بدايه قويه جدا جدا. لازم النهارده النادي الاهلي يفوز بال3 نقاط، لازم النادي الاهلي يقدم عرض كويس. ولو النادي الاهلي عمل كده انا اتحداك ان الزمالك الماتش الجاي يتعادل مع الجون، وبعد ما ان شاء الله الاهلي يكسب الزمالك يصح بقى موقف جدول الدوري.
فلا مجال لاهدار النقاط. هتبقى مشكله كبيره جدا 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 النهارده في اي نقطه. لازم اللعيبه تلعب برجوله ومسؤوليه، لان اي نقطه هتضيع النهارده هيبقى ثمنها غالي جدا جدا. لان الناس كانت يعني احنا كنا عاملين ان مباراه النادي الاهلي دي كانت السنه دي هتبقى للروقان، مش الضغط العصبي والنفسي والقرف وتقفل الفيسبوك ومش عايز تشوف فكاهه او مسحه من فريق بقاله 25 سنه ما دخلش دوري ابطال افريقيا، ولما لعب في الكونفدريشن. دلوقتي ما بيقولوش الكونفدراليه، المعلقين عندنا بيقول لك الكونفدريشن كاب، على اساس ان هو لما يقول الكونفدريشن كاب كده هتبقى كاس العالم للانديه، مش بطوله بيلعب فيها الوزي الاثيوبي مع البط الكيني مع اسم تاني شبرا مجموعه وفيها الزمالك. لا، انت بتتكلم انها بقت الكونفدريشن كاب. فعايز اقول لك ان احنا في النادي الاهلي ما بنقدرش نستحمل ماتشين ورا بعض، مش بطولتين، ماتشين ورا بعض. وبنحمد ربنا ان هي جت وما جاتش مع بطوله افريقيا، لان النادي الاهلي مطالب السنه دي ان شاء الله ان هو يفوز بدوري ابطال افريقيا علشان يبقى موجود في كاس العالم للانديه اللي جاي. فان شاء الله باذن الله النادي الاهلي النهارده عنده مباراه صعبه جدا جدا جدا، عنده مباراه صعبه جدا جدا. الشناوي النهارده مفروض عليه الاصرار والتركيز. محمد هاني المره اللي فاتت بصراحه قدم مباراه جيده ودوره مهم جدا في هذه المباراه. كوكا في الجبهه الشمال بينيم جبهه بن شرقي لانه ما بيقدرش. افتكروا كده حتى في الاسماعيلي سيد معوض ما كان مع عمر جمال كانوا عاملين جبهه نار، النهارده كوكا ينيم ادخن جبهه على الارض. بن شرقي لازم يقلع البدله ويلعب ويجري، لان في النهايه الاصرار والتركيز هو اللي بيخلي اللعيب يكسب المباراه. مفيش انا نجم وانا مين. يعني سيد عبد الحفيظ كان دايما يقول لي ايه، انا عندي طريقه في معامله النجوم، انت نجم على راسي وعلى دماغي، بس سيب نجوميتك وانت داخل النادي الاهلي، لان النادي الاهلي نجم اكتر منك. سيب نجوميتك، خش الملعب، ركز واضغط واكسب وحقق النقاط، وانت خارج يبقى خد نجوميتك وانت مروح، ما بقولكش سيبها خالص. فسيد وجوده هيبقى مهم جدا 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 داخل النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. عندنا زي ما بقول لكم نص الملعب بتاع فرقه سيراميكا كله بيلعب كوره كويس، ويمكن خوف عماد النحاس من اي ميس باص من ديانج بالذات يخلي الفرقه تقدر تعمل تحول هجومي سريع، لان عندهم كمان صديق اجوله لعيب كويس قوي، عندهم فخري لقاي ما شاء الله ما بيعطلش يعني، عندهم مروان عثمان لعيب برضه كويس جدا، عمرو السوليه حدث ولا حرج من نجوم الفرقه دلوقتي واحرز هدفين، ابراهيم محمد زي ما بقول لكم لاعب 8 أو 10 ممتاز، هو مشكلته في الافتكاك بالكوره والشغل البدني. فلو النادي الاهلي استغل النقطه دي اتمنى بكل شكل ان احنا نشوف النادي الاهلي النهارده في يلعب بقى بطريقه كويسه، ونشوف النهارده الرجاله عندها اصرار وتدعيم، ونشوف النجوم النهارده مركزين معانا ان شاء الله في المباراه، لان التركيز ده مهم جدا. عندنا بره النهارده لعيبه برضو مهمه، بنتكلم في اللعيبه اللي موجوده عندنا في النادي الاهلي. عندنا بره هتلاقي عندك جراديشار، وانا مش عارف ليه النهارده هو ما بداش مثلا ببن شرقي في المركز راس الحربه. بن شرقي بيلعب المكان ده كويس جدا على فكره، وعلى مجهود بن شرقي اللي هو مش كبير يقدر، ويعرفوا ان موقف النادي الاهلي ما يليقش ابدا بالنادي الاهلي. يعني وليد صلاح الدين النهارده كان بيتكلم يا جماعه هعرض لكم جدول الدوري في الغرفه في الاوضه، علق لهم جدول الدوري في الاوضه، قال لهم ان كان هذا يرضيكم بقيمه واسماء اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي فشوفوا ده. فاتمنى النهارده ان تريزيجيه يلعب للفريق، يركز مع الفريق، ال20 كره اللي بيعملهم دول يجي منهم كورتين جون ولا حاجه عشان ربنا يكرمنا النهارده في المباراه. فده مهم. النهارده برضو عايز اقول حاجه مهمه جدا، يعني جمهور النادي الاهلي جمهور كبير وداعم. النهارده فكره ان انت تهاجم تريزيجيه وهو مضغوط نفسيا خلاص، يعني هو غلط
غلط النهارده، كان هيجيب جون وربنا يكرمه وهيحط ايده على دماغه ويعتذر للجمهور. لكن فكره ان انت تهاجم لاعب قبل ما تبدا المباراه يعني مش فكره طيبه. يعني انت النهارده كنا مغلوبين 1-0 والجمهور قاعد بيدعم الفريق وبيدعم. اتمنى ان في اوقات لازم نقفل على نفسنا شويه. احنا عمرنا ما شفنا النادي الاهلي بيجي منه اخبار وكواليس وبهذا الشكل. خلينا نروح للمباراه، واتمنى ان شاء الله بين الشوطين نقول النادي الاهلي متفوق بهدفين ولا حاجه، وان شاء الله تكون بدايه طيبه للنادي الاهلي. اتمناها ان شاء الله بدايه طيبه. وبرحب بصديقي الغالي احمد سليم، عامل شغل عالي قوي على صفحته في الفيسبوك، ويكون اضافه قويه لينا في الاهلي مباشر ان شاء الله. واشكركم واسيبكم بقى بين الشوطين ان شاء الله نتكلم عن اداء النادي الاهلي، واتمنى ان شاء الله نكون متفوقين بهدفين باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.